اللحظة دي مش عادية. النهاردة أنا واقف في مكان بيحمل سر من أعمق أسرار التاريخ. قدامي مقبرة ملك شاب اسمه عاش آلاف السنين بعد موته هنا في وادي الملوك. اتدفن توت عنخ آمون، الملك الصغير اللي قلب الدنيا كلها بعد اكتشاف مقبرته. كل حاجة هنا ليها رهبة، كل حجر، كل لون على الحيطة، كل رمزية محفورة من آلاف السنين. المكان كأنه لسه عايش، كأن أرواح الملوك حوالينا بتراقبنا في صمت. توت عنخ آمون كان ابن الملك أخناتون اللي حاول يغير ديانة مصر كلها ويخلي العبادة لإله واحد هو آتون. وبعد ما مات أخناتون البلد اتقسمت بين مؤيدين ومعارضين، لكن الكهنة رجعوا عبادة آمون واختاروا الطفل توت يكون الملك الجديد وهو عنده 9 سنين بس. ملك صغير في عالم كله صراعات وسحر وقداسة. اتجوز عنخ آسن آمون بنت أخناتون، يعني كانت أخته من الأب، وده كان أمر عادي جدا وقتها عند الملوك، إنهم كانوا بيؤمنوا إن الدم الملكي لازم يفضل نقي جوه العيلة. وعاشوا في قصر مليان فخامة وأسرار. لكن القدر ما اداش توت العمر الطويل، مات فجأة وهو عنده 18 سنة وساب وراه لغز كبير. مات ليه؟ في ناس قالت اتقتل، وناس قالت حصلت له مؤامرة من القصر، لكن أغلب الدراسات الحديثة بتقول إن الملك توت ما اتقتلش، وإنه مات بسبب كسر في رجله حصل أثناء الصيد، ومع ضعف المناعة والإصابة بالملاريا جسمه ما استحملش. بعد موته الملكة عنخ آسن آمون لقت نفسها لوحدها ومفيش وريث ومفيش أمان، فكتبت رسالة غريبة لملك الحيثيين وقالت له إنه يبعت ابنه تتزوجه لعدم وجود وريث للحكم. لكن قبل ما يوصل ابن ملك الحيثيين اتقتل في الطريق. وهنا ظهر الوزير اللي كان مقرب من القصر وتوج نفسه ملك على مصر، وبعدها اختفت الملكة من التاريخ. في روايات بتقول إنها اتجوزت حور محب اللي حكم بعد علشان تحافظ على العرش من الانهيار. لكن الغريب بعد كل ده اسم توت عنخ آمون هو اللي فضل خالد، مش أسماء اللي جم بعده. يمكن لأن موته كان لغز، أو لأن مقبرته كانت عجوبة ما حصلتش في التاريخ. في سنة 1922 الدنيا كلها اتقلبت لما طفل صغير اسمه حسين عبد الرسول كان بيشتغل مع والده في موقع الحفريات اكتشف أول درجة بتؤدي لمقبرة غامضة في وادي الملوك، وبلغ على طول عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر، واللي كان بيحفر في نفس المكان بيدور على مقبرة مفقودة من آلاف السنين. وبالفعل بدأت الحكاية. يوم 4 نوفمبر ظهرت أول لمحة من التاريخ، سلم حجري نازل لتحت، باب مقفول عليه بخاتم الجبانة الملكية. وبعد أيام من الشغل وقف كارتر قدام باب المقبرة وبإيده شمعة، بص من الفتحة الصغيرة اللي عملها وسأله مساعده شايف إيه؟ رد عليه وقال الجملة اللي دخلت التاريخ: نعم إني أرى أشياء رائعة. ولما دخل كانت المفاجأة، أعظم اكتشاف أثري في التاريخ. جوه المقبرة لقوا حوالي 5398 قطعة أثرية كانت بتحكي قصة ملك كامل. القناع الذهبي الشهير اللي بيغطي وش المومياء، التوابيت ال3 اللي كانوا محطوطين جوه بعض بدقة مدهشة، آخر واحد فيهم كان من الذهب الخالص وزنه 110 كيلو جرام ذهب. العرش الملكي اللي عليه نقوش بتصور الملك مع زوجته عنخ آسن آمون. العربات الملكية ال6 اللي كانت بتستخدم في المراسم والصيد. العصي والأسلحة المرتبة بالذهب والعاج. تماثيل الآلهة اللي كانت بتحرس المقبرة وتحمي الملك في رحلته للعالم الآخر. المجوهرات والحلى من خواتم وقلائد وتيجان مرصعة بالفيروز والعقيق واللازورد. أسرة فخمة وتماثيل حيوانات مقدسة كانت بتمثل رحلة الملك بعد الموت. قوارب صغيرة مذهبة رمزا لرحلته في السماء مع إله الشمس رع. الأحذية الملكية المصنوعة من الجلد والمطعمة بالذهب. الأقنعة والتماثيل الصغيرة اللي بتمثل الملك والآلهة اللي بتحميه في العالم الآخر. الصناديق المزخرفة اللي جواها مجوهرات وأدوات حياة يومية. حتى الأطعمة كانت لسه موجودة، لحوم وفواكه وخبز، كأنهم محضرين رحلة طويلة للملك في العالم الآخر. وهنا بتحس إن كل حاجة في المقبرة
بتحكي قصة ملك صغير عاش ومات بسرعة، لكن مجده عمره ما انتهى.